يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم الحلوة. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض احلى بسكوت تحفة جدا، يدوب في البق دوب. عايزه اقولك طعمه زي البوتفور بالظبط، يمكن احسن كمان. هتاكلي منه مش هتزهقي. لو ما جربتيش الطريقه ديت هتندمي كتير، لانها طعمه تحفة جدا بجد، جميل جدا. مش هتلاقي الطريقه دي في اي حته تانية ولا المقادير ديت، لاني هتاكلي البسكوت اكنك بتاكلي بوتفور بالظبط. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه. هنسمي كده بالله ونصلي على الرسول. ولو عجبكم فكرتنا ما تنسوناش في لايك وشير وكومنت حلو منكم. اول حاجه معانا كيلو من الدقيق، لازم ان احنا ننخله كويس جدا. هنحط عليه بقى ايه، ربع معلقه من البيكنج باودر. ما نحطش اكتر من كده عشان ما ينفش معانا في الفرن. لو انت طبعا بمناسبة طبعا البيكنج باودر، ولو انت حابة ان هو يبقى سمكه تخين هتحطي باكت من البيكنج باودر او معلقة من البيكنج باودر اللي هي معلقة الاكل. حطيت بقى رشة ملح. هنسيب كده الدقيق على جنب، بس هنحط فيه على الدقيق مكون مهم جدا جدا جدا، هيخلي البسكوت معاكوا هاشش جدا وناجح جدا وينجح معاكي من اول مرة. وهقولك هنحط ايه على الدقيق، بس تعالوا نشوف مقدار السمنة الاول. اول حاجه طبعا معانا السمنه، لازم تبقى لما تعاير السمنه تحطيها كده في كوبايات وتحطها في التلاجة، في التلاجة من تحت مش الفريزر، عشان تبقى متماسكه كده معاكي. ولازم في البسكوت عشان ينجح معاكي يبقى السمنه تبقى متماسكه كده وساقعه. هنحط كوبايتين من السمنه، كوبايتين ونص من السمنه على كوبايتين ونص برضو من السكر البودرة. اهم حاجة لازم يبقى سكر بودر في البسكوت. طبعا هنا لو انتي مش حابة ان البسكوت يبقى ناعم قوي، حابة ان هو يبقى ما يبقاش ناعم، هتحطي كوبايتين من السمنة على كوبايتين من السكر. لكن انا حابة ان هو طعمه يبقى كده ناعم، يدوب كده في البق دوب، يبقى اكنك كده بتاكلي بوتفور. بجد كان تحفة جدا يا جماعة والله. بجد سيبنا خالص من اللي هو سمكه تخين دوت، وان هو اهم حاجة يبقى تخين ونسقي الشاي وكلام من ده. هو بصراحة بصوا بيبقى مش وحش، لكن انا بصراحة جربت ده وده. بصراحة ده اللي عجبني جدا، كان طعمه تحفة جدا. كفاية طعمه ان انتي تاكلي منه كده ما تزهقيش. بصراحة التاني حتى اللي بيتباع في الافران بيبقى سمكه تخين، ده انا بصراحة لما بجيبه حتى لو جبته من بره ما بحبهوش، يعني ممكن يقعد عندي ما يتاكلش. لكن ده ما شاء الله يعني الاولاد كانوا عاملين ياكلوا منه وانا كنت باكل منه وكان تحفة جدا. اول حاجة طبعا بنضرب السمنة كويس جدا بقى هنا عشان خاطر تدي لون الافوات اللي زي الكريمي كده بالظبط. وبعد كده بنبدأ نحط مقدار البيض، 4 حبات من البيض. هنحط بيضة بيضة لغاية ما يختفي تماما معانا، يعني ما نحطش البيضة اللي بعد كده الا لما اول بيضة تختفي. كل بيضة بنحطها لازم البيضة اللي قبليها تختفي تماما. حطينا على اخر بيضة باكت من الفانيليا. هنقلب كويس جدا بقى الجوانب كده، وكده تمام جدا. هنحط بقى مكون حلو جدا هيخلي طعم وشكل ولون، اللي هو التانك البرتقان. تانك البرتقان دوت تحفة جدا. هما طبعا بيستعملوا البودرة البرتقان، لكن طبعا مش هتلاقوها فنستبدلها بتانك البرتقان. حطينا كده معلقتين، وهنحط كمان معلقة من القصنص بتاع البرتقان بيتباع عند مستحضرات الحلويات. هنحط كمان هنا على ربع كوباية من اللبن حطيت ربع معلقة من النشادر. بس هنحطهم دلوقتي. بس هنحط بقى ايه المقدار بتاعنا اللي هنحطه على الدقيق اللي هيخلي الدقيق ناجح معاكي من اول مرة. معلقة كبيرة كده من النشا. النشا هتخلي معاكي البسكوت يبقى هاشش، ما يبقاش مكتوب، يبقى طالع ناجح جدا ويبقى حلو جدا. هنا بقى هنبدأ ان احنا نحط كده الدقيق على الخليط، بس لازم نقلب بقى ايه الخليط كويس جدا بقى مع الدقيق عشان ما يبهدلناش كده المكان. وهنا بقى ايه احنا بنعمل مرحلة بس يعني بنلف كده لفة كده مع العجين مع الخليط بتاعنا وخلاص. على كده ما بنقعدش نعجن كتير في البسكوت، ما بيتعجنش زي ما انتم شايفين كده. اتبس كده معانا وبقى حلو جدا. لفة واحدة بس كده في العجين، او ممكن ايه على ايديكي برضو. هنبدأ بقى ان احنا نحط البسكوت كده. طبعا انا هنا بعمل بالماكينة، مش هعمل خالص اللي هي البلبلة ديت. بصراحة عملت بيها قبل كده متعبة جدا، بتاخد وقت جامد كمان، ما بيطلعش البسكوت مظبوط. يعني ممكن البسكوتة لازم طبعا ان انتي بترققي جدا العجينة عشان خاطر يبقى
سمكها تبقى نازل مظبوط من البلبلة، لكن هنا الماكينة بتاخد العجينة تبقى سمكها تخين. هنبدأ بقى ان احنا بندخل الفرن، ويبقى الفرن طبعا يبقى سخن قبليها. بنحط البسكوت بتاعنا على شبكة الفرن عشان هو طبعا ما بياخدش وقت، بيستوي جدا على طول. ودايما تبقي واقفة جنبه لان هو ما بياخدش الهوا، يعني بيستوي كده في ثانية. طبعا بنشغل من تحت، وبعد كده ايه لو حابه ان هو طبعا ما اداش لون تشغلي الشوايه عليه كده ياخد لون بسيط. ايلين بقى عايزه اكلمكم. تقول لكم بص حلو ازاي. عجبها. عجبني. حلو. ده ايلين كمان عايزه تغني لكم اغنيه بمناسبه العيد. مستنوا هتشوفوا هتعمل ايه. كده. قولوا لهم باي باي، قولوا لهم باي باي. باي باي. انت بتعملي ايه؟ قولوا لهم انت بتعملي ايه. انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ده اسمه ايه؟ بسكوت. بسكوت. انت بتعملي ايه؟ بسكوت. قولوا لهم هنعمل لكم بسكوت ساده وبسكوت بالشوكولاته. قوي. بتحبي ايه؟ بالشوكولاته؟ تعالى ادوق كده. دوقي. حوا اجري ايده وشيوا لايك. سلام. حطوا اللايك عشان خاطر ايلين. يا مصر وزيني. ايه؟ اسم ايدك. بتقول لكم، انا بقول لها تسلم ايدك. اسم ايدك. يا ماما. اسم ايدك يا ماما. جدع. انا عايزه اعمل زيك. عايزه تعملي زيي؟ اعمل دي اهو حطي. طب عايزه حته تلعبي بيها؟ انا ماشي. هحطها هنا. ها خدي. وين ماشي. خدي حطي. حته يا كيكي. طبعا عارفين كل العيال بيحبوا يلعبوا بالعجين بتاع الكحك والبسكوت. شاطرة. انا خدي لفي. جدعة. تعمل كده وكده صح. صح. اهو انا اغنية كحك العيد، يا كحك العيد يلا قول يا كحك العيد، يا بسكويت يلا يا كحك العيد، تحت الايد. يا بسكويت العيد، يا بسكويت سكويت. يا كحك العيد، يا تحت الايد. يا بسكويت. سكويت. سكويت. يا كحك العيد، يا بسكويت. سكويت. يا كحك العيد، تحت الايد. يا بسكويت. سكويت. احذفي لهم بوسه بقى. قولوا لهم ايه رايكم في بسكوت العيد. ايه رايك في بسكوت الايد. قول لهم يا كحك. عايزه احطها. عايزه تحطي واحده. طب امسكي من هنا، اللي هتطلع حطيها. امسكي بسرعه. شاطره. صغننه قوي دي. يا كحك العيد، يا بسكويت. ده احنا كده هنحط كله صغنن يا ايلين. عايزه عجينه. عايزه عجينه كده صغنن ده صغنن. اهو. حبيبتي ادعي تدوسي عليها، ما تدوسيش عليها، حطيها هنا. حطيها. وري لهم القرصه بتاعتي. شفت بقى. احطها. فتتشيها على ما حطيتيها. احطها خلاص. هاتي ليه نزلها. العيد، ذكرت الايد. يا بسكويت. سكويت. عامل زيك. شامل غطش. يا تحت بسكويت. الايد. ذكرت الايد. يا بسكويت. سكويت. خلاص كده تعبانة. طب يلا قولي لهم كل سنه وانتم طيبين. طيبين. كل سنه وانتم طيبين. طيبين. هنفضي طبعا العجينه ديت عشان خاطر هنعمل بقى ايه حبه بالشوكولاته.
بقيه العجينه دي هحط عليها بقى ايه، نعملها بالشوكولاته. لا ما تحطيش تاني يا عمي، ماشي. هنعمل دول بالشوكولاته. ده بالدول بالشوكولاتة ده. ماشي. وده كله تديني. الله، اديني شوكولاتة يلا. بس يا جماعة، مع السلامة، باي باي. حطي على كل الكلب ده، مش لازم تعمليه. يلا اقعد جنبي، يلا اقعد جنبي عشان نصور. يلا ليه؟ لا هنعمل بيها دي. ماشي عشان ننام. دي وهنا بقى هحط كده ايه معلقتين كده من الكاكاو. هنا لو حابه ان انت بقى تعملي كميه كبيره هتقسمي الخليط بتاعنا على نصين قبل ما تشتغلي خالص وتحطي الدقيق، كميه الدقيق كلها. بس انا هعمل كميه صغيره فهحط كده معلقتين من الكاكاو. يا ايلي ازاي؟ ولاب مرحبا. انا انت ايه؟ انا وحشه. لا انت حلوه. انا اتوكك. انت ايه؟ بتقولي ايه؟ اخي زي واسع. انت اسنانك فيها ايه؟ تعالوا بقى نشوف البسكوت بعد ما طلع معانا من الفرن وحطيناه كده ورصيناه في الاطباق. اهم حاجه في البسكوت لما يطلع معاكي من الفرن سيبيه يهدى تماما عشان خاطر ما يكسرش منكم. وزي ما انتم شايفين كده شكله ولونه تحفه جدا، كمان طعمه تحفه جدا جدا جدا، اكنك بتاكلي بتفور. اسمعي كده صوته مقرمش جدا، جميل جدا، تحفه جدا. شايفين؟ وكمان ناعم جدا جدا، يعني كده تاكلي واحدة ورا التانية ورا التالتة ما تزهقيش منه من كتر حلاوته ومن كتر طعمه الجميل. بجد تحفة جدا جدا جدا. سيبنا خالص من اللي هو البسكوت اللي هو سمكه تخين، ده برضو هيتسقى في الشاي وهيبقى جميل جدا جدا. كفاية بس طعمه تاكلي منه وما تزهقيش. شايفين؟ واخد السوا المظبوط، جميل جدا، كله لونه حلو جدا. وده طبعا من التانك البرتقاني اللي احنا حطيناه بيديله لون حلو جدا. شايفين كله ما شاء الله طالع جميل، ريحته وطعمه تحفة جدا جدا. جربيه بنفس المقادير المظبوطة هيعجبك جدا. وزي ما انتم شايفين اللي هو بالشوكولاتة برضو تحفة جدا. اتمنى ان هو يكون عجبكم.